البنزين غلي اليومين دول والاسعار غليت. انا عارف ان كلمه اصبروا بقت تقيله على قلوبنا، خصوصا لما ترجع البيت وتلاقي طلبات الاولاد اكتر من اللي في جيبك. الكلام المثالي سهل، لكن الواقع ان في بيوت فعلا بتعاني. انا النهارده مش جاي اقول لك ابتسم من الغلاء، انا جاي نتكلم في ازاي نعيش من غير ما نتجنن او نخسر ديننا واخلاقنا. ربنا قال لنا في القران الكريم في وقت هيكون علينا موجود فيه ابتلاءات. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الابتلاء ده مش بيكون عقاب، ده بيكون فلتر بيكشف الحقيقه. فدايما وانت معاك فلوس وقاعد مرتاح وما بتفكرش في هم ولا بتفكر في دنيا، ما بتفكرش غير في ازاي تستمتع بالدنيا. لكن لما بتكون عندك مصيبه لا قدر الله، او بتكون في ضيق، ساعتها بتفتكر ربنا وبتقعد تقول يا رب. فوقت الضيق بيبان مين اللي قلبه متعلق بالرزاق ومين اللي قلبه اتكسر وبقى خايف من بكره. الصبر هنا معناه الاستمرار في السعي وانت واثق من ربنا. طيب عايزين نبدا اول خطوه عمليه. المفروض ان احنا نحافظ على النعمه اللي موجوده في ايدينا. احنا بنعمل اكل كتير وبيفضل مننا بواقي اكل وبنرميها كتير في الزباله، في نفس الوقت بنشتكي من الغلاء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نقدر النعمه، فكان بياكل ما سقط من الطعام حتى لو كانت كسرة خبز، يمسحها ويأكلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بتقع منه حتة عيش أو لقمة عيش صغيرة في الأرض كان بيرفعها من على الأرض وينفضها من على التراب ويأكلها. مش عيب أبدا إننا نطبخ على قدنا، ولا عيب إننا نرجع ناكل بواقي الأكل بتاعنا. ربنا بيقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ان انت تاكل وتسيب بواقي اكل وترميها في الزباله دوت برضو نوع من الاسراف. مش الاسراف بس ان انت تاكل وتشرب كتير، لا، كمان الاسراف ان انت فضل منك اكل ورميته في الزباله. التبذير في وقت الغلاء هو خيانه للنعمه اللي ربنا رزقنا بيها. اتعلموا تدبير البيت وقللوا الهالك، هتلاقي البركه ان شاء الله دخلت بيوتكم من تاني. في ناس بدل ما تندب حظها بدات تستغنى عن الكماليات اللي ملهاش لازمه، زي مثلا الاكل من بره، لبس البراندات. دي حاجات ادمان مش حاجات احتياج. عيش على قد اللي معاك، وما تنساش اخواتك الغلابه في الاسلام وفي الدنيا اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول عليهم: ما امن بي من بات شبعانا وجار جائع الى جنبه وهو يعلم به. يعني ما تقدرش ان انت تنام وجارك جعان لو انت عارف ان هو جعان فعلا ومش قادر يدخل اكل لبيته. لازم انت تساعده لو انت تقدر على ده. جارك هنا بينطبق على جارك اللي في العماره، جارك اللي في البيت، جارك اللي في المنطقه، جارك اللي في البلد كلها. الخلاصه ان الايام دي صعبه، بس احنا قدها باذن الله لو بطلنا نضغط على اعصابنا بحاجات مش في ايدينا وركزنا في اللي في ايدينا. هندعي ربنا ونقول: اللهم نعوذ بك من غلاء الاسعار ومن ضيق الرزق ومن هموم الدنيا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل بيوتنا عامره بذكرك وشكرك واغننا بفضلك عمن سواك يا كريم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخلونا نتحرك بجد ونغير اللي نقدر عليه. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. سلام.